طلاق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي يهز الوسط الفني صدمه كبيره. ده العنوان الاداء لردة الفعل اللي بتحصل حاليا على طلاق ياسمين والعوضي اللي اعلنوه على حساباتهم الرسميه. الخبر ده متصدر الترند لحد دلوقتي وكل الصفحات الرسميه والعربيه تداولته، ومعظم التعليقات اللي اتكتبت على بوست ياسمين كانت بتقول ان ده اكيد مقلب وهزار مش حقيقي، خصوصا ان الثنائي كانوا عايشين قصه حب موضحينها لكل الجمهور العربي، خصوصا ان ياسمين سبق وعايدته بكلام رومانسي بايام قليله، وحتى هو عايتها بعيد ميلادها قبل ساعات بس من الطلاق. رواد السوشيال ميديا تناولوا الموضوع وكان الخبر ده اكتر حاجه بتتكلم عنه مصر، فطلاقهم المفاجئ كان صدمه لجمهور عريض من محبين ياسمين والعوضي، ومش بس كده وكمان لعدد كبير من النجوم المصريين زي حوريه فرغلي اللي قالت اكبر صدمه فعلا واجمل واطيب انسانه فعلا ياسمين عبد العزيز، اكيد في حاجه غلط، الناس وحشه وبقت مؤذيه وربنا يهدي النفوس. وزيها رضوى الشربيني اللي كتبت على منصه اكس طلاق ياسمين والعوضي من اكتر الاخبار المحزنه، كفايه شماته وتلقيح ارجوكم وربنا يعمل اللي فيه الخير. اما بدريه طلبه فمش عاوزه تصدق الخبر فعلقت بعد الشر، وحتى اعلاميين مصريين اتكلموا عن الموضوع في برامجهم، ومن ضمنهم بسمة وهبي اللي استضافت الناقد طارق الشناوي في مكالمة تليفونية، وانه ذكر ان سبب الطلاق ياسمين عبد العزيز هو الخيانة بسبب فنانة بتشيع ان في علاقة بينها وبين احمد العوضي، وده اللي كان من ضمن اسباب ان ياسمين عبد العزيز ما تحضرش العرض الخاص بتاع فيلم الاسكندراني. وكمل وقال ان كان في مشاكل بينهم من وقت مسلسل ضرب نار وكانت بتحصل في كواليس المسلسل، لكن رد وائل اخو ياسمين عبد العزيز على بسمة وهبي على حسابه على انستجرام وقال ده انت فاضية قوي عشان تعملي حلقة كاملة عن اسباب الطلاق وتعملي مداخلات والكل داخل يفتي، ما تخليكي في حالك، واسباب انفصالها تخصها هي بس، كان ممكن تقولي كلمه خير وتتمني الخير للناس بدل النميمه دي والقيل والقال، ما تقولي انت سبب طلاقك للناس. والجدل ما وقفش على ياسمين واحمد، لكن اسم ريهام حجاج رافق الموضوع ده بسبب تداول ستوري باسم ريهام حجاج بتقول فيها النهارده اسعد يوم في حياتي، وفي نفس وقت خبر طلاقها، فاعتبروا ان ريهام شمتانه بياسمين عبد العزيز وهي زوجة محمد حلاوه السابق اللي هو زوج ريهام حاليا، عشان كده ريهام نشرت فيديو على الانستجرام وردت ونفت عليه الكلام ده. يمكن موضوع طلاق ياسمين واحمد ما كانش صادم ومفاجئ لبعض الناس، لان ببساطه ده الوسط الفني، واللي بيحصل ده اغلب الفنانين بيتجوزوا ويتطلقوا حياتهم ماشيه كده مليئه بالمجاملات والوشوش المتقلبه. ده حتى سبق وتوقع من ليلى عبد اللطيف بدايه 2024، وده اللي علقت عليه ياسمين وقتها وقالت يا ساتر يا رب بلاش انت يا ليلى. وزيها احمد العوضي اللي رد في مقابله على اي تي بالعربي وقال انا ما بشغلش بالي بالكلام ده، واللي عاوز يقول حاجه يقولها، انا بحترم الناس كلها وكذب المنجمون ولو صدق، وان لا يعلم الغيب الا الله، ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، وانا مش بهتم الناس مع التوقع او حاجه. اتجوز احمد العوضي من ياسمين عبد العزيز في مايو 2020، وفي خلال الثلاث سنين اللي جمعتهم الاثنين عاشوا لحظات رومانسيه، وكل واحد منهم كان داعم اساسي للتاني في العمل والنجاح، وكان اخر ظهور ليهم مع بعض كان في مهرجان وشوشه في الشهر اللي فات.